كتير بيفتكروا ان الست الخاينة هي بس اللي بتخون جوزها مع راجل تاني. لا طبعا، الخيانة ليها اشكال كتير يا جماعة. يعني مثلا الست اللي ما تحافظش على فلوس جوزها، الست اللي تضيع فلوس جوزها، دي ست خاينة. الست اللي تقعد مع اصحابها واخواتها ومامتها وتقعد تتريق على جوزها وتتكلم عليه بشكل وحش من وراه، ده تخين بكرش، بيشرب سجاير وريحته تقرف وتقعد تتكلم عنه بشكل وحش، دي طبعا خيانة له. لان انت بتبقي بتضحكي مع جوزك وعايشه معاه وبتاكلي معاه وبتنامي معاه وكل حاجه معاه، لكن من وراه بتتكلمي وبتتريقي عليه، فده طبعا خيانه له. واخر حاجه طبعا الست اللي بتفشي اسرار بيتها، اللي بتتكلم مع مامتها واختها عن كل حاجه بتحصل. جوزي بيقبض كذا، بناكل كذا، اللي بيحصل في اوضه النوم، دي طبعا تعتبر خيانه للامانه اللي بينك وبينه. فدايما بنقول الثلاث حاجات دول الست الاصيله ما تعملهمش. الست اللي بتطلع اسرار البيت وتقول اصل انا بفضفض، اصل انا بحكي لماما، طب اعمل ايه؟ ما انا هنفجر لو ما فضفضتش. في مشكلة بينك وبين جوزك، حليها معاه هو، اشتكي منه له، اتكلمي معاه هو. لكن تروحي تحكي وتفضحيه وتقولي اصل انا بفضفض، لا دي مش فضفضة، دي خيانة.